حضرات السيدات والسادة أوفياء قناة الشروق ديجيتال، مرحبا بكم في هذا الموعد الحواري الجديد الذي نستضيف فيه بكل سرور السيد لطفي الرياحي، رئيس منظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مرحبا بك سي لطفي. شكرا على الاستضافة في هذا اللقاء المجدد معك، وما أدراك ما قضايا الاستهلاك. حابين قبل ما نبدأ الحوار نتاعنا نعبروا على ارتياحنا واستبشارنا بنزول الغيث النافع إن شاء الله. في سنة صعبة سي لطفي، وسنة جات فيها أمطار في شهر ماي وجوان أنقذت الموقف بالنسبة لشهر جويلية، واليوم ظروف الجفاف هذه الصعبة واللي تأثر حتى على المستهلك بحكم تراجع عديد المحاصيل الزراعية. بالضبط. وهنا سي لطفي حبيت نبادرك أنا باش نبدأ علاش المنظمات الوطنية ما تلعبش دورها في تكريس ثقافة الاستهلاك. صحيح. أكيد. اليوم جفاف أثر. أنا في الجزائر مثلا آخر رقم 60% من محصول العنب أحرق في موجة الشيل اللي فاتت. هذا باش يأثر على نسق تزويد السوق. يعني الناس ما عندها حتى هامش تحرك قدامها، كانت تنقص في الاستهلاك، في عود ياخذ كيلو فلفل ياخذ طل فلفل، في عود ياخذ دلاعه يقسمها مع غيره، كيما يحاول يرشد الامور لحد ما تجي الغيث النافع في الخريف القادم ان شاء الله. ان شاء الله. هذا الترشيد الاستهلاك راهم يلزم يكون علاش على خاطر كيما الموجه نتاع الجفاف اللي صارت والغلاء هنا نتاع الاسعار اللي قاعد نشوفوا فيه بشويه بشويه في موسم استهلاكي كبير كيما الصيف الغلال وغيرها. وهنا نشوفوا زاد موسم الذروه نتاع الاستهلاك نتاع الغلال، وهنا يلزم ترشيد الاستهلاك من شراء زاد كيف تعديل السوق يلزم يكون بكيفيه عقلانيه باش ما يقعش شطط في الارباح. وهنا نرجعوا ديما للمقوله نتاع المنظمه كل شيء تحديد على سقف لهامش الربح في جميع المواد ابتداء من المنتج مرورا بتاجر الجمله الى تاجر التفصيل. شو احوال المستهلك اليوم؟ المستهلك بصفه عامه الحمد لله في الوضع هذا، لكن الغلاء هو سيد الموقف في عديد المنتوجات. وهناك نشوفوا راهو نعرجوا على عديد القطاعات، نعرجوا على السولد اللي كقطاع يبدا يوم الاثنين، لكن نشوفوا الشطط اللي قاعد نشوفوا فيه في الاسعار، وهذا ناتج على منظومه كامله نتاع فرانشيز. كيف الغلال وغيره والخضر وكل شيء، ثم بعض الغلال والخضر اللي شد ارتفاع. انت عندك واجب التحفظ. نقول لك ما نقول لك حاجه اخرى، نقول لك بصراحه السولد وقع تهميشه في العامين الاخراني. يعطيك الصحه. فما نقطه استفهام كبرى يعني. بالضبط. علاش تشوف معناها في العلامات الكبيره كنت تشوف معناها تخفيضات حقيقي ومغريه للمستهلك. اليوم في الثلاثه دورات الفارطه الكل في على مدى عام ونص شفنا وقع التهميش نتاعو. اكيد. علاش؟ على خاطر نحن ناخذ منتوج متدني الجوده باسعار باهظه. وهنا علاش نقطه استفهام كبيره، علاش سياسه السولد قاعده ماشي في أول حاجة في تدهور المنتوج التونسي اللي قاعد ضرب المنتوج التونسي بصفة كبيرة في البلدان العالم الكل. نعرفوا اللي السولد ينمي اقتصاد البلاد هذيك، نحن العكس، السولد نتاعنا قاعد ينمي في اقتصاد نتاع بلدان أخرى، وتحديدا نقولوها فهمتني تركيا والصين اللي قاعدين ياخذوا في منتوجات متدنية الجودة بأسعار باهظة وباهظة جدا. وهنا قاعدين نخدموا كل عائلة تونسية عندها عائلة في تركيا ولا في الصين تخدم عليها، خاطر كي ناخذ منتوج أنا عالي الجودة عالي السعر نتاعو بجودة منخفضة، أكيد قاعد نساهم في تنمية بلاد أخرى. مدام الحذاء التونسي على سبيل المثال سي لطفي تقريبا يدفع أداءات 59% بالضبط، والحذاء الأجنبي 0%. يعطيك الف صحة. وهنا هذه حكومة تشجع في الصناعة المحلية. هنا يلزم تشجيع الصناعة المحلية. وهنا نحن ديما نطالبوا بكل إلحاح عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس، مصنع في تونس. مفصلي في الوقت هذا نشوفوا عديد البلدان، الجزائر الشقيقة في عميل تالي منعت 1000 منتوج مع عدم توريده خاطر عنده صناعة محلية. وهنا نحب نذكر زيارة قمت بها في الجزائر أخيرا، كي قعدت نحكي مع عطار قلت له ثماشي منتوج آخر في مادة غسيل الماعون. الراجل معناتها تشنج، قال لي كيفاش نجيب منتوج آخر أنا وعندي منتوج في تونس؟ قال لي ما تتحكيش. يا ريت هذه كان نكرسوها الثقافة هذه في عقلية المواطن التونسي كما المواطن الياباني كما المواطن الصيني، يعني ديما عنده غيرة شديدة على الصناعة نتاعو. أكيد. سي لطفي نمشي لآخر المستجدات.
شفنا مشاهدات من الحجم الثقيل في الايامات الاخرى. رئيس الجمهوريه يعني احبط اجنده كامله لتجويع الشعب، صحيح، خاصه بالتلاعب بماده الخبز. وصلنا تلاعب بماده الخبز، وصلنا لمرحله خطيره اللي الدوله تدعم في الفرينه وتدعم في السميد ما يوصلش للمواطن. هذه مرحله خطيره. شفنا القرارات القويه نتاع رئيس الجمهوريه في نهايه الاسبوع الفارط. كيفاش فعلتوا معها كمنظمه؟ نحن ثمنوها علاش؟ على خاطر سبب سيت برشا القرار هذا وسبقوا قبل قرار اخر، وزوز قرارات هذو مفصليين تو نحكيو عليهم. القرار الاولاني كان في تجميد اسعار الاعلاف، ونذكروا الكل في تجميد اسعار الاعلاف كيفاش طيحنا. كانت حاله العظم باش توصل 3000. زاد كيف القرار هذا كان باش توصل الباقيت الدينار وتكون عاديه والتونسي ياخذها كل شيء، لولا القرار هذا اللي وقف النزيف هذا نتاع الدعم. وهنا باش نحلوا قوس على الدعم. راهو هنا نأكد على حاجه، كونه جرام فارينة في تونس راهي مدعمه من طرف الدوله. ما تقوليش كان بياس موانسات ولا رفيعه ولا حاجه، راهي كلها مدعمه. وهنا باش ما نغلطوش بعضنا، راهي ما ثماش فارينة رفيعه منحي عليها الدعم. كل جرام فارينة في تونس راهم دعم. بصراحه سي لطفي على مدى تقريبا شهر وهات نرجعوا تقريبا عام ونص، سي لطفي الهلواس نتاع الخبز في تونس صنعته المخابز العشوائيه بالضبط. يعني منذ جام في 2022 فرضت زياده في سوم الخبز اللي تعود عليه التونسي اللي هو الخبز الصغير ب 50 100 ملي، اللي هي مفارقه في حد ذاتها بحكم كون المخابز العشوائيه تربح اكثر من المخابز المنظمه. يعطيك الصحه. فلماذا لا تزيد اسعار الخبز في المخابز المنظمه وتزيد في الاسعار؟ هذا كان الهدف منه خلق هلواس الخبز. ثم الامور تراكمت، وفي الفتره الاخيره ولات كانت تتبع نتائج المراقبه المشتركه ما بين وزاره الداخليه وبين وزاره التجاره، يعني فضايح بكل معنى الكلمه. فما مخابز تعمدت حرق الخبز باش ما يوصلش المواطن. مخابز اقفلت ابوابها طيله 3 اسابيع وواصلت على في 3 اسابيع ما تقدمش الخبز المواطن، وتتزود بماده الفارينه بصفه منتظمه. شفنا دونك كانت فما اجنده واضحه لافتعال ثوره خبز في تونس من طرف المخابز العشوائيه. هات نذكروا هنا في تدخل رئيس الجمهوريه امام رئيس الحكومه السابقه كان في محله. اليوم ولاو عندنا زوج منظومات نتاع خبز بالضبط، وقت اللي هو الصندوق العام للتعويض هو تخلق ل 12 مليون تونسي. اليوم ولات عندك الدوله تعطي في الفارينه لكوش المنظمه وتعطي في الفارينه لكوش العشوائيه والمواطن ما يخلطوش الخبز. وهذه الاشكال الكبير. نحن نرجع نقولوا راه كل جرام فارينه في تونس ندعم. ثم زوز اصناف، ثم بما في ذلك ما تدعيه غرفه المخابز العشوائيه كونه حر. بالضبط. اللي نذكروا هنا المواطن اللي فيه توا في الاسعار هذه قبل ما تزيد 8% نتاع نهايه الاسبوع الاخر بحكم الظرفيه اللي باش نرجعوا لها سيرتي مزيد من التفاصيل بعد حين. تقريبا الطن فيه 1600 دينار دعم. يعطيك هذا ما يعتبروه. هنا خلينا نشوف المنظومه كيفاش. ديوان الحبوب ياخذ المنتوج يعطيه للمطاحن، المطاحن تحولوا وتبيعوا للمخابز. هنا المطاحن تاخذ في دعم قرابه 8000 على 200 كيلو في التحويل نتاعها للفارينه، وتاخذ كيف قرار دعم على النقل قرابه 14 دينار في 200 كيلو للنقل. هنا بعد هذا كله كيف زاد المطاحن قاعده تخدم في منتوج. اللي هذا المعلومه النقل هذا حطوه في جيوبهم في الشهر اللي فات، وكانه بعض المطاحن والا فيها شبكات من داخل كانت متواطئه مع ثوره الخبز، وخلات المخابز المنظمه ما توصلهاش للفارينه. قال شنو ما عنديش الشاحنه وما عنديش ترونسبورت، وزاد حطته في جيبها الارباح هذيك، وزاد ساهمت في تعميق ازمه الخبز. هذا مع زاد كيف المطاحن هذه تنتج منتوج من الفارينة اللي يعبروا عليها كم سيريال ولا كومبلي ولا نتاع بيتزا ولا بأسعار. نعطيك مثلا البانات السعر بتاع الكيلو ب 1600 1800، السيريال من 3800 توصل ل 4000، الكومبلي من 2800 الكيلو توصل ل 3000. كيف النخاله 1600، البيتزا 1800. هذه الاسعار نحكيو عليها راهي اسعار حره، لكن اصل المنتوج مدعم. هنا على مستوى المطاحن. هذا بدينا تو على مستوى المطاحن. بتجي واحد كي تخدم مثلا، نعطيك على سبيل المثال المحصن لاميليورون اللي يتباع ب 10000 وهو الكلفه نتاعو ما تفوتش 1200، خد 97% منه هو منتوج مدعم. كيف بعد ما نكملوا المطاحن نمشيو للمخابز.
المخابز هنا وسي لطفي هنا انت اثرت نقطه مهمه جدا بين معقفين باش نستعمل عباره الشكشوكه. بالضبط. سامحني، هالفوضى هذه المؤسساتيه اللي حاصله في منظومه الدعم. يعطيك الصحه. آن الأوان لإيقافها. دول الحبوب يتبع وزارة التجارة، المطاحن تتبع وزارة الصناعة وهي خاص، اللي يفكر في الدعم هي وزارة المالية، اللي يتصرف في الدعم ويراقب الدعم هي وزارة التجارة. يعني هالتشتت واللي يخلص شكون؟ هالتشتت هذا نتاع الحلقات المتدخلة هذا. أنا نقول لك فما فوضى مؤسساتية اليوم هي قاعدين يستعملوا فيها الناس الكل باش يعطيك الف صحة. ثورة في تونس معناها ثورة ملونة جديدة. بالضبط. هنا تو مشينا المرحلة نتاع المطاحن اللي فيها هذه كل المنتوجات اللي قاعد ينتجوا فيها، ونرجعوا للبيع المشروط، حليب بالياغورت، وهنا المنتوجات تاع السريال والكومبلي ومنه اللي يتعطاو للمخابز الغير مصنفة، وبعد تو نرجعوا على التسمية مصنفة وعشوائية وغير مصنفة. علاش؟ هذه المنتوج هذه ياخذ معاه البي اس مونسيت اللي هو ما يسمى الفرينة الرفيعة اللي هي مدعم. المصطلح السليم هي فرينة نصف مدعم. بالضبط. هنا نمشيو لهذا الكل. بعد هالخبيله هذه كل نمشيو الى المخابز عندنا 3 اصناف. عندنا صنف A وصنف G اللي هما مخابز مصنفه، وعندنا نوع اخر من المخابز اللي تيت 10 سنوات الاخرانيه طغات النسيج نتاعها في البلاد. لا نفهموها لا باتيسيري، لا نفهموها لا كوشه، لا حتى شيء. تبيع الخبز بوزن اقل من 220. لانه سي لطفي هات نذكروا هنا الجذور هالمخابز العشوائيه اليوم تتلاعب بقوت التوانسه اليوم تعود الى سنه 2012 2013. وزاره الماليه يعرفوها كانت عند سيطره شكون، صارت مفارقه غريبه. وزاره الماليه هي اللي اعطت معرف جبائي للناس هذوم دون استشاره المرجع اللي هو وزاره التجاره. فمن وقتها خلقت زوج انظمه، معناها نظام نتاع صندوق الدعم النظام الرسمي، ونظام شبه موازي نتاع الكوش العشوائي. وهنا نعطيو في دعم اللي مصنع يبيع فيه باسعار حره. بالضبط. وهنا كما انسان تاخذ منتوج مدعم بليش ولا شطر بليش وتبيعه وانت كما تحب انت. ابدا من الجاتو للكرواسون للكومبلي للبيتزا الكل. يعني نقعدوا في المخابز العشوائيه سي لطفي لو تسمح، يعني هات نوضحوا الامور بالنسبه للساده المشاهدين لو فيها. يعني يستفاد من الدعم ولا يطبق شروط الدعم. بالضبط. في حل من شروط الدعم، في يعني حل سامحني داخل في الربح خارج في الخساره. بالضبط. مش معناتها في حل من شروط الدعم. لا يحترم وزن الخبز القانوني. اول حاجه ما يحترمش وزن الخبز تفرضها الدوله. بخلف هذا الكل ما يحترمش التسكير والحلين نتاع الكونجي نتاعو. ما يحترمش العديد من الشروط اللي يطبق فيها المخابز المصنفه اللي صح عليها باش ياخذ الدعم. هو ياخذ منتوج مدعم يبيع فيه هو باسعار حره. وصلت مثلا تشد الصف انت، وعلاش الاشكال تشد الصف باش تاخذ باجيت بوزن نتاعها 220، تاخذ باجيت الوزن نتاعها اقل من 150 وبالسعر اللي حده هو، وما يستعملوش حتى الخمير. عديد المخابز تستعمل أصناف معروفة من الأقراص الأدوية تستعملها باش تنفخ الخبزة وتبان كونها خبزة كبيرة وهي الوزن نتاعها 50 و70 جرام. وهنا على سبيل النكتة باش الواحد في الفارماسيات اللي بجنب المخابز الغير مصنفة كي تمشي تاخذ دواء معين يقول لك جنب شوف في بقعة أخرى خاطر هنا ما تلقاهمش. والغريب في الأمر سي لطفي بعد عودة حركة النهضة للحكم سنة 2020 تخرج فتوى من الصندوق العام للتعويض في حقبة وزيرة التجارة السابقة اللي عزلها رئيس الجمهورية منذ بداية العام، ويطلع أمر غريب باش يقنن هالوجود غير الطبيعي وغير القانوني نتاع المخابز العشوائية. يقسم المخابز مخابز مصنف ومخابز غير مصنف. سي لطفي فهمني ايش معناها غير مصنف. إذا كان نمشيو بالتشريع مخابز مصنفة وغير مصنفة معناتها مخابز قانونية. المصطلح بيدش معناها غير قانوني معناها. غير قانوني باش تعترف به. بالضبط. هنا إذا كان أنا مستاهل باش نمشي نشري حط لي باتيسيري نشري الخبزة بسوم كعبة الجاتو، خاطر كي نشوفوا راهو الستركتور هو بك والكيلو بشكوت المصنع يتباع تو في تونس بشكوت وبرك معناتها يتباع قرابة 10,000 الكلفة نتاعو في 2000 فرنك. إذا كان أنت تربح 5 أضعاف فهمتني هذا ستركتور دي بري معناتها هيكلة الأسعار في المواد الغذائية الكل تتبدل.
على خاطر جل المنتوجات اللي قاعده تتاثر كيفاش ناخذ انا باكو بشكوتو ب2000 فرنك، وقت في المقابل الاخر ناخذ منتوج اخر اقل، كلها تطلع على ما تعرف هيكله الاسعار. لازم يكون ثم توازن. نذكروا سي لطفي كان تسمح بنقطه اخرى، كون مخابز المنظمه اللي عددها تقريبا 3350 هي قادره على تلبيه طلبات التونس وتعمل الدعم على خاطرها هي، وعدد الرخص هذا تبناه على اساس الطلبات نتاع المستهلك التونسي. تزيدها انت 1300 مخبزه عشوائيه تقريبا تستهلك في العام ما بين 4 و5 مليون قنطار من الفرينه المدعمه. انا نقول لك الكاباسيتي، وهذاك علاش كثر الخبز البيت في مرحله معينه. الكاباسيتي الانتاجيه اليوم تكفينا احنا ودوله شقيقه في ظرفيه يعلم بها ربي. اليوم الكيلو طرنات القمح باش نجيبوها يعلم بنا ربي كيفاش باش نجيبوها. وزيد اليوم بعد الكونجونكتور الاخرى، يعني القرار زوج قرارات متزامنه، روسيا وقفت تصدير الحبوب، خرجت من الاتفاقيه الامميه للحبوب، والهند وقفت التصدير نتاع الارز، داخلين في ظرفيه حتى بيدو ولات لا ديسبونيبيليتي دو برودوي ما عادش باي ثمن، ولات مشكل اخر. دونك هذا يفرض علينا باش نستحفظوا على كل كيلو، على كل جرام قمح نستحفظوا عليه باش يمشي في بلاصتو. في هذا مازلنا نبذروا في 1300 مع العلم بالتراكمات تلت 10 سنين تبنيت 2 شهور وامثاق ما بين المنظم وغير المنظم، ما عادش تعرف المنظم من غير المنظم، وبيد المواطن عنده امبيغويتي. الكوشه المنظمه تمسش في فرد افير نتاعها رقم المعاملات بحكم المنافسه غير الشرعيه نتاع الكوشه العشوائيه. تفرض عليه باش يولي يبيع في الفرينه في عود يحولها الخبز للمواطن، ولا يبيع في الفرينه مارشي نوار يعني في السوق السوداء الكوش العشوائيه. وعديد المخابز المنظمه ولات جروسيس تاجر جمله نتاع فرينه مدعمه تتباع في الكوش العشوائيه اللي صارت. يعني هذا الفوضى ما انزل الله به من سلطان. فشقه الوضع الطبيعي منظومه واحده نتاع خبز كما قال رئيس الجمهوريه، ما عندناش اثرياء وما عندناش فقراء، منظومه واحده نتاع خبز تتحكم فيها الدوله مبنيه على عدد السكان. الاخر يخرج من النظام، اذا كان حب يدخل في النظام يدخل بالشروط نتاعه. اذا كان انت توفر لي منتوج معناتها باسعار حره، يلزمك تاخذ معناتها مكونات المنتوج هذاك باسعار تاع السوق، ما تاخذهاش مدعم. علاش كعبه الكرواسون بحالي انا ب2000 فرنك و 1500 وقت انت تاخذ في بيس موانسات تاخذ فيها 1600 دينار طرنات. اذا كان نعملوا عمليه حسابيه باش تلقى الاف ومليارات اللي قاعدين ياخذوا فيها دون وجه حق. كي نقولوا نحن دون وجه حق، راك تاخذ الدعم من جيوب التوانسه الكل. لا، ونقطه مهمه هنا سي لطفي سامحني، يقول لك فما مواطنين توانسه يحبوا الخبز السيبير. تو النظام هذا نتاع التعويض 3350 مخبز عندهم حق بارشيلمون جزئين باش يصنع الخبز السيبير. يعني فما كوتات تعطالو منظمه عن طريق المطحنه وعن طريق المنظومه المركزيه نتاع الدعم. ما ياخذ كي ياخذها باسعار هذا تواصل هالفوضى المؤسساتيه هذه، وهذه اللي راهنوا عليها المخابز العشوائيه ومن وراء المخابز العشوائيه. يعني لو كان تجيب القمح نتاع بوتين الكل تحطه في تونس ماكش ضامن كون الخبز يخلط المواطن. اكيد. علاش؟ على خاطر انت تشوف انت المواطن كي يمشي يجري عنده مخبزه ما يفرقش ما بين مصنف وغير مصنف، مش منظم، ياخذ في منتوج عنده هو مدعم، لكن السيد ياخذ فيه مدعم بيعه باسعار حره. كي تاخذ لي انت منتوج حطوا لي منتوج كي باش تبيعه لي انت خبز يلزمك تبيعه باسعار مهيكله، الاسعار معروفه، ما تبيعها ليش باسعار حره. وصلت الباكيت اقل من 150 جرام وصلت بدينار. نمشيو لنقطة أخرى. رئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة السابقة قال المراقبة الاقتصادية غير قائمة بدورها، ماهيش قائمة بدورها، ونعرف ماذا يقصد رئيس الجمهورية. سي لطفي تشطمنيش الرأي، كونه تكرر هالممارسات هذه وكل مدة تزيد الخطورة نتاعها تزيد تتضاعف، ناتج على ضعف الردع القانوني بالنسبة للممارسات تهم المواد المدعومة في تونس. اليوم يرفعوا مخالفة نتاع مخالفة ترتيب الدعم وقت اللي هو مرسوم الاحتكار. هذا هو الحل، مرسوم الاحتكار اللي وضعه رئيس الجمهورية منذ بداية 2022 وقع تهميشه يعني بشكل يكاد يكون كامل. هالمخالفة هذه راهي ما هيش مخالفة، هي جريمة سي لطفي.
هي تمس السلم الاهلي بالضبط، تمس الاستقرار الاجتماعي، تمس الاستقرار الامني. اليوم في ظرفيه معناها الدول الكل يعلم بها ربي معناها في حاله يقظه ضد الارهاب والتحديات الامنيه الكبيره. اليوم المؤسسه الامنيه مفروض عليها باش تدعم وزاره التجاره، باش تراقب هالمخابز. هذا الكل تجب نعم، لانه ما تمش تبقيت احكام رادعه نتاع 7 و10 سنين كما شفنا في دوله مجاوره اللي هي الجزائر كانت حاسمه في الموضوع هذا، وهيك علاش اجتثوا هالمضاربه وقطعوا دابرها معناها من دابرها الاحتكار في السوق. اليوم مازلنا نرفعوا في مخالفات عاديه ازاء جرائم خطيره جدا. اتراشي هو هذا السبب نتاع تواصل الممارسات. يعطيك الف صحه. وهنا نعطيك حتى اللي موجود في السوق معناتها في اللي تحكيوا فيه يقول لك هذه فوفعه تو تتنحى شنو تاع 3-4 ايام نرجعوا كما كنا. لاحظنا كل مره يجي المسؤول تاعها بالضبط، فهمتني. تو نرجعوا كما كنا نركحوا ونقولوا بلغتنا فهمتني، هاي الاولاد ركحوا اللعب الايمات هذه فهمتني، ومن بعد تو نرجعوا كما كنا ونرجعوا اش فيها هي تمو فوفعه نتاع رقابه نتاع شهر شهرين فهمتني، لحد ما نفجروها منظومه الدعم من الداخل. يعطيك الصحه. حتى رئيس الجمهوريه ما حبش يمس منظومه الدعم ورافض المساس بالدعم هذا كل، تو نفجروها من داخل. انت تصرف الدعم ما يخرجش المواطن ولا زوج منظومات، هذا خبز نتاع فقراء وهذا خبز نتاع اغنياء. وهي منظومه الدعم العرك الكل على الفلوس، على الخبز الجاتو نتاع منظومه الدعم. نحن كي شفناه انت تاخذ في منتوج مدعم معناتها وتبيعه باسعار حره، عباره انت اندستري كامل، صناعه كامله نتاع الخبز ونتاع مكوناته والخبز ومتابعه فهمتني. اعطيت انت منتوج مدعم اللي صارفين عليه دم قلبنا باش يوصل تونس. وشي لطفي ثم نقطه مهمه اخرى، الناس هذه اللي تخدم عندها 5 سنين و10 سنين وتاخذ الفرينه المدعمه وتحول فيها الخبز وتبيع فيه. لا نقعدوا في الخبز ماشي، دي مش مشكل. الجاتو الكميات نتاعو ضئيله جدا مقابل ال 5 ملايين كانتون يستهلكوا فيهم في الخبز. ايه الفرق فلوس الدعم ياخذوا فيهم حتى الدوله باش ترجعها. يعطيك الصحه. علاش ما تمش ترجعها؟ بالضبط. هنا اول حاجه نوقفوا النزيف توا، نوقفوا النزيف، ما عادش يمشي جرام. نرجعوا للمنظومه القديمه، 3350 ونعرفوا قداش تستاهل منظمه. اذا كان احتاجنا في منطقه باش نزيدوا رخصه تحت منظومه الدعم، تحت منظومه الدعم، والعشوائي هذا كله يمشي للجاتو ولا يمشي يبيع على روحه واحد. اما نحن يلزم ستركتور نتاع منظومه الخبز كامله ابتداء من المطاحن. ما عادش نعملوا المنتوجات هذه الرفيعه اللي ياخذها اصل منتوج مدعم ويبيعوا باسعار حره. النقل زاد كيف مدعم، نقطه استفهام علاش بعض المطاحن اعطت اسبقيه للكوش العشوائي. بالضبط. يعني تفرق البيسمونسات هذيك بسرعه توزعها والشاحنه ما باش ياخذ خاطر الياغورت ويخلي صاحب الكوشه ما يستنى نهارين وثلاثه حتى تقريبا. علاش؟ على خاطر الاخر ياخذ بيسمونسات مع ليستا في المواد الرفيعه اللي ياخذ فيها كما السريال وغيره. سي لطفي كان تسمح نغلقوا هالقوس نتاع المخابز العشوائيه ان شاء الله تحسن في الايامات القادمه بشكل جذري. التضخم رغم تراجعه شفناه تلت 14 شهر كان في منحى صعود مستمر نجر عليه الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي في مناسبتين اللي زاد ضرب الاستثمار وضرب الاستهلاك. بعد شفنا مارس بدا يتراجع تقريبا 1.2 نقطة في ظرف 4 شهور. كمنظمة نتاع مستهلك شنو التصور نتاعكم لمزيد فرملة التضخم في تونس؟ نحن عندنا تضخم مصطنع، نحن صانعين بخل فيه جانب اللي ما نجمش نتحكموا فيه، كونه البترول يطلع وغيره والطاقه والكونجونكتير باش ترجع سي لطفي اللي كنا فيها في سنه 2022 لكن ترجع البترول قاعد يطلع بحكم الظرفيه السياسيه الجيوسياسيه اللي يعيش فيها العالم. كيف الغذاء الكلفه نتاعو ماشيه تزيد. اليوم البترول $85 بعد ما هبط في فتره معينه ل $72. لكن ثم تضخم نحن صانعين، نحن صانعين ونحن اللي رفعنا فيه. نعطيك مثال 2-3 أمثلة باش نفهموا شنو التضخم الصناعي. جات في فترة قبل العيد الكبير وصلنا الكيلو اللحم ب40 دينار. نحن كي وصلناها ب40 دينار فهمتني، وقت ثم ناس معناتها شركات تبيع فيه ب32
قصابين يبيعوا فيه 32 وشفناها وب 40 8000 هذه تقريبا شي نفس لاجوندا اللي تخدم خبز يعطيك تخدم بها العيد الاضحى بالضبط. يعني الفيسبوك ولا الانترنت ولا بسيكوش خلقوها وفي الاخر ما تكشف في السوق كان في الثلاث ايام الاخرانيين. ريت هنا التضخم نحن صانعين كي نجيو نحن الهيكل نتاع سبيكولاسيون بالضبط كي نشوفوا نحن كيفاش يجي نفهموا علاش تضخم مصطنع. نحن عندنا منتوج نوردوه، المنتوج هذاك باش نستعملوه في صناعه منتوج اخر، في التوريد نتاعو عندنا هامش ربح كبير ناخذوه دخلناه للمصنع، خذينا الهامش الربح نتاعنا كبير زاده، وصل المنتوج للمصنع. شوف زوز هوامش ربح مشاو، وهنا الهيكله نتاعهم يتحكم فيها المصنع والمورد بعيده على هيكله الدوله تماما. والمنتوج وصل للمصنع تخدم وقع البيع نتاعو، يبيعوا للسنترال داشا ويبيعوا للتجار الجمله. وهنا باش تبدا الكارثه الثانيه، الكارثه الاولانيه شفناها، الكارثه الثانيه باش تبدا. علاش؟ على خاطر هيكله السعر نتاع المنتوجات الغذائيه شكون يتحكم فيها؟ يتحكموا فيها المساحات التجاريه الكبرى اللي تهيكل هي في السعر. كيفاش تهيكل في السعر؟ عطاو نجيو المساحات هيكل السعر وحكايه الهامش الربح الخلفي بالضبط، اللي هو اليوم موجود على الطاوله اليوم موضوع هيكلته انت هذا خذيت زوز قعد في المصانع على ستركتور دي بريسي لطفي يعطيك هنا مؤخرا تم اصدار بلاغ يفرض هامش ربح بالنسبه للمياه المعالجه. واضح هامش ربح 15% على مستوى التجاره، على مستوى تجاره و20% على التفصيل وتحديد على سقف تراشي لي هذا معناها قرار اقطاعي معناها. فهمت علاش ما يتمش هامش ربح تحديد هامش ربح المصنع؟ يلزم هيكلت ولا هي الاصل في الاشياء يلزم تحديد هوامش الربح ابتداء من الانتاج، ونعرفوا الاستركتور نتاعها هيكله الشعر تكون واضحه بين المكونات الكل، مكونات نعرفوا اللي مكثر المكونات نتاع المياه المعدنيه، هي الامبلاج، هي الدبوزه، قداش تتكلف، ديوانتها وكل شيء. كي تبدا واضحه وتشوف الهيكل نتاعها واضحه ونعرفوا هامش الربح يلزمنا نوضحوه ونحدوا على مستوى الانتاج، ونحدوا على مستوى الانتاج باش كي يمشي التاجر الجمله المواد الحساسه معناها بالضبط. كي يمشي مستوى الجمله ومستوى التفصيل تبدا المنظومه كامله، فهمتني؟ النسبه نتاع الارباح نتاعها واضحه. هنا طالما ما حددناش في الماء وفي غيره، ما حددناش المصنع مواد التنظيف، مواد الصحه الجسديه، مواد التنظيف راك تشوف مواد التنظيف ثم 70 80% نشريو بالورو معناها 70 80% مواد التنظيف الطن يطلع البترول يطلع ويهبط البترول يطلعوا ديما طالعين. هنا طالما راهي ما حددناش هيكله السعر ابتداء من مكونات المنتوج عند التوريد، ثم الربح نتاعو عند الصناعه وتاجر الجمله وتاجر التفصيل، طالما باش نقعدوا في تضخم مصطنع وديما طالعين وهمي. لا وشفنا مظاهر غريبه. نذكر شي لطفي الصابه هذه نتاع الطماطم تم فوترتها منفعه على الشعب التونسي منذ جانفي اللي فات. يعطيك الصحه. نتاع الصابه تعرف تبيع انت صابه قديمه بسوم، صابه جديده. رئيس منظمه الاعراف جاء مع وزاره التجاره السابقه تحت حيط صحح لي في دينار، صححته في دينار. فاش قام دينار هذا؟ مازالت الصابه جديده، مازالت ما خطتش، مازالت 7 شهور اخرين، وربما تكون الكلفه نتاعها اقل من الصابه اللي قبلها. يعطيك الصحه. ممكن هذا فكروا على الشعب التونسي قبل ب7 شهور زادوا دينار في الطماطم. هنا راهو هذه المثال هذا والامثله نتاع هيكله السعر تنضوي تحت جميع المنتوجات. وراهي انت البنان تو ب 16,000 اصلا ناخذوا فيه. علاش؟ لا هو ممنوع من الدخول، هذا كله كونتر. هذا كونترا بالنسبه للبنان كونترا. اذا كان انت كميات محدوده جدا معناها. اذا كان انت تحط منتوج ما في السوق بسوم غالي راهو باش ياثر على المنتوجات الكل. هذا معروف. التمشي السليم سي لطفي نعاودوا نراجعوا هيكله السعر بالنسبه للسياره، بالنسبه كل شيء اللي عاملوا مع الدواء، طبقوا على منتوجات اخرى، مواد تنظيف. ما تخلي لي شيء. انا بالنسبه لي حريه اسعار في تونس مش هذا. حريه الاسعار ما تعني كان صعود الاسعار. حريه الاسعار مشات في نظام
معين فيه العرض والطلب، لكن العرض والطلب توا شكون يتحكم فيه؟ يتحكم فيه بارونات. والاسف الاداره ولا تكرس في الاراده نتاع البارونات هذه، يتحكم فيه. يتفاهموا عمليه شبه وفاق بين ولا وفاق بين 4 5 صنايعيه في منتوج ما، يطلع المنتوج هذاك والمنتوج هذاك يأثر. هذاك تاجر صغير ولا مربي صغير يعطيه لاراش، والكبار ما يدور بهم حد. والكبار ما يدور حد. مع يلزم توا، وهذا الكل حلها وين؟ في هيكله الاسعار، في تحديد على سقف الهامش الربح، وفي منظومه الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي يلزمها تدخل، فهمتني، باش تعدل الكفه، بتخليش التغول هذا يمشي. على خاطر نحن نعرفوها وشفنا، ونحن كمنظمه نساندوا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني بجميع تسمياته بجميع الهياكل نتاعو. علاش؟ على خاطر تعدل انت منتج قاعد ينتج في منتوج، لكن المنتوج نتاعو بدينار يوصل مستهلك 4000. في المسار نتاعو كيفاش تبدل السوق حتى حد ما يعرف. ذكر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحده من افرازات ثوره الخبز اللي شفناها على مدى الشهر، كون المخابز العشوائيه تعمدت شفط كميات السميد الموجوده في السوق، وهذا خلى النساء التي تعتاش على خبز التقليدي كما الخبز الطابونه والملاوي يبقاو بلاش موطن شغل. هذا مش شكون باش يعطيهم العائد اللي كانوا يحققوه كل يوم باش ينفقوا على اولادهم. هذا اربك جدل الاستقرار الاجتماعي. يعني اخر باش تعرف اللي، ونأكد لك كلامك، كونه كانت منظومه كامله نتاع العوله في تونس تنحات، فهمتني، خاطر ما يلقاوش السميد 5 يسي يعبروا عليه. المخابز العشوائيه شفتوهم الكل. اذا كان انا وفي الاخر ما تلقاش خبز ويشكل الكوشه وما يخدمش بالضبط، معناتها يحرمني انا من العوله ويحرم المواطن من الخبز. ويحرم المواطن من الخبز. علاش؟ على خاطر تغول نتاع ناس معينه. انا هنا يلزم السميد. لطفي الخلفيه السياسيه يعطيك الصحة. هذا هو بيت القصيد. نعرفوا نحن معناتها عندنا منظومة كاملة نتاع مستهلك الفاعل اللي نعرفوا العديد، معناتها بدأت تكبر العديد من العائلات باش تعمل في العولة، توا بدأت تتراجع. كي نحثوهم على العولة يقول لك وين السميد؟ كيفاش تحبني نعمل عولة وين السميد؟ سي لطفي رياحي رئيس منظمة تنشيط الإرشاد المستهلك، دائما الحديث ممتع معك وصريح. ربي يفضلك. هذا أجدد لك كل الشكر على حضورك معنا اليوم، كما أجدد كل الشكر والتقدير إلى السادة والسيدات أو في قناة الشروق ديجيتال، وإلى اللقاء في موعد حواري قريب.